السلام عليكم المشاهدين ديالي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. نتمنى يلقاكم الفيديو ديالي بصحه جيده وباحسن الاحوال. عيدكم مبارك، سعيد، تعيدوا وتعودوا ان شاء الله بالصحه والهنا وباش ما تمنيتوا يا ربي يا الله يحققها لكم ان شاء الله يا ربي. المهم هذا الفيديو كنظن غادي يجي معطل شويه، واخا ماشي مشكل، بنادم يستافد، خصوصا البنات المبتدئات يهزوا فكره. بغيت نشارك معكم الحلوى اللي درت في العيد. الحلوى ما شاء الله كتجي هشيشه وبنينه ويعني اقتصاديه. عندي هنايا 4 نتاع البيضات، سمحوا لي ما بانتش مزيان في الكاميرا، دابا ان شاء الله نحيد ليهم الاخر غادي تبان. المهم 4 البيضات مسلوقين، وعندي نص الكاس نتاع السكر والزيت، الكاس مع مرشي عاوتاني. عندي هنايا 4 نتاع الزبده، سمحوا لي وصافي على هاد التصوير هاد المره، والله الا اش غنقول لكم. والملح، قبصه نتاع الملح. صافي دابا غادي نحيد يعني داك البياض نتاع البيض، وغنخلي غير الصفر. غادي نستعمل غير الصفر، ما غاديش نعمل ابيض البيض. المهم هاد الحلوى راه معروفه ويعني كتجي هشيشه ما شاء الله وبنينه. المهم دابا غادي نخدم الزبده مزيان مع السكر، وغنعمل الزيت. صافي غادي نخلط مزيان الزبده مع الزيت والسكر وشويه د الملح، وغادي نعمل واحد الفاني. غنعمل واحد الفاني. هانتوما راه حيدت يعني الابيض البيض، البيض اللي سلقت في الماء، وغنخلي غير الاصفر. غادي نحكو في واحد الحكايه باش هانتوما راه كتبان غير شويه، غير سمحوا لي على هاد التصوير، انا صحاب لي راه كايبان كلشي ساعه والو. المهم هو صفرت البيض بعد ما حكيتو مزيان. صافي راه ما كتديش بزاف كما قلت لكم، الربع ديال الزبده اللي درت وكتخرج ما شاء الله كميه كبيره. الربع نتاع الزبده والكاس نتاع الزيت مع مرشي ونص الكاس نتاع السكر. المهم راه كنعملوها في الشكلاط، ما خصناش نديرو السكر بزاف. نتوما عاوتاني الا كتعجبكم الحلاوه بزاف كتروا السكر، ديروا الكاس نتاع السكر والساشيه نتاع الفاني والساشيه نتاع الخميره، يعني الحلوى ديال 8 غرام. هذيك غادي نعملوها مع الطحين. المهم دابا راه كنخلط وانا في بالي كنصور، غير ما تديوش عليا على هاد التصوير. نتمنى ان شاء الله تسمحوا لي وصافي المشاهدين ديالي، غير بغيت نشارك معكم المهم الحلوى ديالي ديال العيد. كما كتشوفوا خلط دابا كلشي مزيان، داك الصفر نتاع البيض اللي سلقت في الماء والزبده. المهم كلشي دابا راه كندير الدقيق. المهم راه كتبان غير شويه. غادي نجمع يعني بالدقيق حتى تجمع ليا العجينه مزيان. المهم ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش عاود جاريه، ستكون نورمال. هاد الشيء اللي كنديرو فيها وكتجي ما شاء الله البنات. نتمنى تجربوها ان شاء الله. والله العظيم الا كتذوب في الفم، يعني ما كتحتاج لا اتاي لا حتى حاجه، لا قهوه لا اتاي. والله الا ما شاء الله كتعجبني انا الصراحه، يعني كنستعملها كنعملها، واقتصاديه ما كتديش بزاف، اقتصاديه وسهله زعما التحضير، خصوصا المبتدئات اللي يعني كيتعلموا هيدا الحلويات. راه سهله وبنينه ما شاء الله، بنينه بنينه. صافي كنبقى كنزيد الدقيق حتى كنجمع يعني العجينه ديالي. وكنعتذر منكم مره اخرى المشاهدين ديالي على هذا التصوير، والله الا ما رديتش البال الصراحه. يعني يعني كنكون مزروبه بنادم مع التصوير، مع يعني الشغل. راكم عارفين الحلوى كتدي يعني شويه د الوقت، وانا كما قلت لكم كندير يعني كندير يعني ماركه في خطره.
وعاد كنزوق يعني في واحد النهار كنعمل يعني بزاف التشكيلات وكنزوق. المهم انا كتعجبني كل حلوه كنعملها يعني بوحديتها، ماشي يعني كندير العجينه وحده وكنقسمها وكندير ليها غير النكهه. انا كتعجبني كل ربع نتاع الزبده كنشكل بها شي نوع نتاع الحلوه باش كتخرج ليا واحد الكميه ما شاء الله، وكطول يعني كتبقى لك كتعمليها في الثلاجه ما شاء الله وكتبقى صافي. دابا هنايا راه غير كنكورها عادي، في الاخر غادي تبان لكم ان شاء الله. راه غير كنكورها وصافي عادي المشاهدين ديالي، ماشي زعما كندير ليها شي شكل ولا شي حاجه، راه غير كنكورها وكنحط صافي. عندي هنايا الشكلاط اللي غادي نعمل فيها الحلوه ديالنا. درتها في حمام مريم، يعني كاسرونه من تحت فيها الماء كما كتشوفوا، راه حتى تذوب وندير ليها شويه نتاع زيت نباتيه. عندي هنايا البيي او قاويت مهرمش كما كتشوفوا مطحون صافي. الحلوه ديالي هي هذه المشاهدين ديالي. المهم سمحوا لي وصافي، ها هي كيف كتجي كما قلت لكم راه كنكوروها عادي. المهم كتكون موسطه، ما تكونش كبيره بزاف وما تكونش يعني صغيره بزاف عاود، بحال هيدا كما كتشوفوا. وهذا غادي ملي نعملوا الحلوه ديالنا في الشكلاط غادي نوريكم الطريقه ونعملوا يعني نعملوها في قاويط عاوتاني. ديك يعني داك البيي راه ما قادش ليا الصراحه، كملت بكيكس نتاع ماريا، يعني طحنتها وكملت بها. كتجي راه بحال يعني المذاق ما شاء الله. حتى ماريا يعني كيكس نتاع ماريا كتعطي واحد المذاق مزيون صافي. كما كتشوفوا كنديرها في الشكلاط وكنديرها في دابا عاد باقي كنعملها في البي حتى يسالي ليا عاد ندير يعني اخرى في كيكس صافي. الشكل ديالها راه بحال هيدا المشاهدين ديالي، وكما قلت لكم كتذوب في الفم كتجي ما شاء الله. اي والله العظيم نتمنى تجربوها وتردوا عليا في كومونتير. وما تنساونيش المشاهدين ديالي بشي كومونتير يكون زوين وبالدعوات ديالكم. الله يجزيكم بالخير. ها هي الكميه اللي كتخرج ما شاء الله لا باس بها، يعني كطول تبقى عندك واحد المده. وكما قلت لكم نتمنى تجربوها ان شاء الله وتنال الاعجاب ديالكم المشاهدين ديالي. وإلا عجبكم المحتوى ديالي نتمنى تشجعوني بارطاج مع العائله والاصحاب، وديروا لي اللايك باش الفيديو يقترحوا اليوتيوب ان شاء الله، وشي كومونتير يكون محفز باش تشجعونا نزيدوا لقدام ان شاء الله يا ربي. يعني بالمعاونه ديالكم وبالمعاونه الله عز وجل يعني نزيدوا لقدام ان شاء الله يا ربي. راه ملي يعني الفيديو الصراحه ملي ما كيطلعش يعني كنفشلو، وملي ما كنلقاوش الكومونتير الصراحه كيجينا الفشل. المهم هذه الحوايه اخرى المشاهدين ديالي. عندي هنايا الشكلاط غادي ندوبها في نفس الكاسرونه اللي دوبت الشكلاط الاولانيه كما كتشوفوا، راه ديجا دوبت فيها الشكلاط. المهم الشكلاط عادي كحله. وعندي هنايا كيكس مطحون كما كتشوفوا، كيكس نتاع ماريا كما كتشوفوا راني هرمشتها. المهم مطحونه شي مزيان. عندي هنايا الكاس نتاع اللوز محمر، وعندي هنايا نص الكاس نتاع الزنجلان، وعندي هنايا البيي هذا اللي شتيتو. عندي قاويت اللي كبير المهم قشر محمرين، هادو محمرين بجوج، نص هيدا ونص هيدا. عندي هنايا الكاس نتاع كوكو. غادي نعملو الحلوه نتاع الخليط نتاع الشكلاط كتجي روعه. المشاهدين ديالي انا ملي كنعمل الحلوه الا ما درتش هذه بحالي الا ما درت حتى حاجه، ولدي والراجل ديالي كيحمقوا عليها الصراحه. الله كتجي واحد البنه فيه يعني واحد ما شاء الله. اش غنقول لكم، نتمنى تجربوها وغتعجب الوليدات ديالكم ان شاء الله ولعائلتكم، نتمنى غير تجربوها صافي. دابا ندوبو الشكلاط ديالنا ونطحن اللوز والبيي صافي، والزنجلان عاوتاني كنطحنو ونخلط كلشي. ها نتوما المشاهدين ديالي بعد ما خلطت كما قلت لكم طحنت داكشي كامل وخلطته في الشكلاط صافي. دابا كنعمر في هذا المول. هذا المول يلا عاد شريته، كان عندي واحد اخر كيجيني كبير، درت فيه في العيد صغير جاني كبير وجبت هذا.
المهم راه باقي لي النص اخر غنعملو في الشكلاط بيضه. المهم هانتوما الكميه اللي خرجت ليا. هاد المول كامل فيه 12 حبه واقيلا، 6 في 6 12. ودرت هادو صغارين كما كتشوفوا، زوقتهم بفيرنيسي نتاع الشكلاط ديال الالوان. المهم كتجي كما قلت لكم الا ما درتهاش الصراحه في العيد اولا، المهم كنديرها حتى في بلا العيد، يعني كتجي روعه ما شاء الله. ودابا عندي هنايا الشكلاط البيضاء غادي ندوبها عاوتاني. المهم دائما المشاهدين ديالي الشكلاط كنديروا ليها شويه نتاع الزيت ملي كندوبوها. هي خرجت ليا نفس الكميه. ايوا هادشي اللي كاين، وتهلاو في راسكم، مع السلامه.